ابني بيبان عليه دايما تعبان، بنتي لونها شاحب، مش بيجري زي زمايله، يا ترى عنده أنيميا؟ الأنيميا من أكتر المشاكل الصحية اللي بتقابل الأطفال في مصر وفي العالم العربي. في الحلقة دي هكلمكم عن أسبابها، إزاي نكتشفها بدري، وإزاي نتعامل معاها بطريقة صح. مبدئيا يعني ايه انيميا؟ الانيميا او فقر الدم معناها ان عدد كرات الدم الحمراء او نسبة الهيموجلوبين قليلة. طيب ده بيعمل ايه؟ بيؤدي الى ان الاكسجين ما بيوصلش لاعضاء الجسم بنفس الكفاءة، وبالتالي ده يأثر على تركيز الطفل، نشاطه، وكمان على مناعته. طيب ايه اللي ممكن يخلي بنتي او ابني يجيلهم انيميا؟ اولا نقص الحديد، وده السبب الاشهر خاصة بعد سن 6 شهور، لما مخزون الحديد اللي عند الطفل اللي حوشه من ايام ما كان داخل الرحم يبتدي يقل. النظام الغذائي اللي مش صحي، لما يكون الطفل ما بياكلش لحوم او خضروات ورقية كفاية، ويكون مليان النظام بتاعه سكريات ونشويات. عدم فطام الطفل بشكل صحيح، لما الطفل يفضل ياخد رضاعة طبيعية بس بدون أي أكل غني بالحديد بعد سن 6 شهور. فقدان دم بسيط أو مزمن زي أشهر حالة مثلا وهي حالات الديدان، أو في بعض الأنواع لو الموضوع أخطر شوية، لو في نزيف من الأنف متكرر أو لو في نزيف من الجهاز الهضمي. بعض الأمراض المناعية أو المزمنة أو الوراثية زي الثلاسيميا أو أنيميا البحر المتوسط. مهم هنا جدا بقى نقول ان في بعض الامراض الخطيرة ممكن تظهر في صورة انيميا، زي عافاكم الله جميعا السرطان. ولكن في حلقة النهاردة احنا هنركز على النوع الاكثر شيوعا، وهو انيميا نقص الحديد. ايه بقى الاعراض اللي لازم اخد بالي منها عشان لو ظهرت على بنتي او ابني ممكن يكون عندهم انيميا نقص حديد؟ شحوب لون البشرة بالذات تحت العين وعند الشفايف، الإرهاق المستمر وقلة النشاط واللعب، لو الطفل مش بياكل كويس أو لو دايما عايز ياكل حاجات غريبة زي التراب أو الطباشير، ده التراب في طب الأطفال بنسميه البيكا، لو الطفل الضوافر بتاعته هشة، أو لو الطفل ده عنده ضربات قلب سريعة أو نهجان مع أقل مجهود، دي كلها علامات تستدعي إن أنا أقف وأقول لا، في حاجة مش صح، لازم أخد بنتي أو ابني للدكتور. طب امتى بقى اروح اعمل تحليل؟ لو الطفل عنده اي عرض من الاعراض اللي فاتت دي، طبيب الاطفال لازم هيطلب تحاليل. اثناء الزياره الروتينيه لطبيب الاطفال ما بين سن 9 شهور وسنه، معظمنا بيطلب هذا التحليل. والتحليل الاساسي ده ممكن طبعا يبقى معاه تحاليل تانية، ولكن التحليل الاساسي هو السي بي سي او الكومبليت بلود بيكتشر او صوره الدم الكامله. طب ازاي بقى الطبيب بيتعامل مع انيميا نقص الحديد عند الاطفال؟ طبعا لو السبب هو نقص الحديد ولقينا ان مفيش اي اسباب تانية او امراض تانية هي اللي ادت الى هذه الانيميا، بنوصف مكملات الحديد طبعا حسب عمر الطفل ووزنه. مكملات الحديد بتتاخد يا اما على معده فاضيه او مع الحمضيات او الحاجات اللي فيها فيتامين سي زي عصير البرتقال مثلا، لان ده بيزود امتصاص الحديد. والعكس برضو، نحاول نتجنب اللبن او الشاي مع مكملات الحديد لانهم بيقللوا الامتصاص بتاعه. طب هل المكملات لوحدها كفايه؟ لا، التغذيه مهمه جدا لان المكملات دي هتتاخد لفتره وتقف. الأطعمة الغنية بالحديد مهمة جدا زي الكبدة، اللحوم، السبانخ، الملوخية، العدس، صفار البيض، ومعاها زي ما اتفقنا مصادر فيتامين سي زي البرتقال أو الفواكه الحمضية عموما. بنتابع ازاي طبيب الأطفال بيعيد التحليل تاني بعد 3 شهور عشان يتأكد ان النسبة اتحسنت مع العلاج. طب هل في حاجة ممكن اعملها عشان احمي بنتي او ابني من أنيميا نقص الحديد؟ ايوه طبعا، نبدأ ندخل أكل غني بالحديد مع إدخال الأكل الصلب بعد سن 6 شهور. ولو الطفل معرض للخطر أو اللي هو بنسميه عنده ريسك فاكتور، ممكن نستعين ببعض مكملات الحديد في السنة الأولى بقرار من الطبيب مش من نفسنا. ومهم جدا جدا إننا نستمر في التغذية السليمة حتى بعد علاج الأنيميا. أنيميا الأطفال مش مجرد تعب عادي، دي مؤشر على مشكلة يا في التغذية يا في الصحة العامة بتاعت الطفل. لو اكتشفناها بدري وعالجناها، هنبقى بنحمي الطفل من مشاكل أكبر ممكن تأثر على نموه وعلى تطوره.
ولو حابين تعرفوا اكتر عن التغذيه المثاليه في الاطفال اكتبوا لي لو سمحتوا في التعليقات. ولو الحلقه عجبتكم شاركوها مع الناس اللي بتحبوهم، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه عشان يجيلكم الحلقات اول باول. انا دكتور يوسف ودي قناه دكتور كيدز. اشوفكم على خير.